السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، قصه جديده. القصه ديالنا ديال واحد الاخ كيشرب بزاف، يعني سكيري. هاد السيد هذا الناس اللي دايرين به صحابو والعائله ديالو ديما كانوا كينصحوه باش يحيد من ديك العاده، يعني باش يقطع الشراب، ولكن هو راسو قاسح وعمرو دار بالنصائح ديالو. المهم مع الوقت مرض واحد المرضى خايبه بزاف ومشى للطبيب. هي هذيك دوز عند الطبيب، والطبيب نصحو قال ليه يا اما غادي تحيد الشراب، يا اما تقطع الشراب، يا اما الصحه ديالك غادي تنقص وغادي يؤدي داكشي للوفاه. فكان لازم عليه يقطع الشراب، ولكن هو ما بغاش يقول للناس بواحد الطريقه مباشره بانه هذا السبب اللي خلاني نقطع الشراب. فمشى دخلهم بانه ربي تاب عليه وعفى عليه وانه قطع الشراب وما عمره غادي يقرب ليه. هذه القصه هذه فكرتكم وغادي تفكر بزاف ديال الناس في هذا النوع ديال اليوتيوب اللي كاينين دابا. هاد اليوتيوب اللي كاينين دابا فجاه اتفقوا كامله على انه الشركه ديال القمر حرام وخصو يوقفوا الاشارات ديالها. كما كتعرفوا فاروق لايف وواحد اخ اخر كيديروا اشارات ديال القمر، وهاد الايام هادي خرجوا فيديوهات وقالوا بانهم قطعوا ولا غادي يحبسوا هاد الاشارات ديال القمر. كما كتعرفوا الناس كاينه اللي كتبحث في هاد الشيء وكتشوف شنو هي الاسباب، فلقاو الناس بان ماشي تابوا وماشي عرفوا داكشي ديال الحلال والحرام، وانما عرفوا بان اليوتيوب غادي توقف الفيديوهات ديالو ولا غادي ممكن القناه ديالو تسد الا بقى كيروج لهاد الاشارات ديال القمر. فهذا هو السبب اللي خلاه يقطعوا ولا خلاهم يحبسوا هاد الاشارات ديال القمر، ماشي حبا في الحلال وانما خوفا من لاشين ديالو تمشي ليهم بسترايك. هادشي علاش جبت لكم ديك القصه ديال داك كيشرب، لان نفس الحاجه هذا قطع الشراب حيت خاف على يموت، وهادو قطعوا الاشارات ديال القمر خوفا على القناه ديالو وماشي خوفا على المتابعين ديالو اللي كيتبعوه خافوا عليه يتبلاو ولا، وانما هما خافوا على القناه ديالهم اللي هي المصدر ديال الرزق ديالهم. وهذا هو النفاق. والسلام عليكم.